ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مخلل اللفت الجميل جدا. ان شاء الله هقولكوا ازاي يفضل معانا لشهر رمضان، ازاي تحفظوه ويفضل معاكم لشهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، خلاص شهر رمضان على الابواب. وطبعا اللفت ده انا فتحت عليه بعد 3 ايام، وشايفين لونه احمر وجميل ازاي. يعني بعد اسبوع تلاقيه يعني خد لون عن كده. هقولكوا كده كام تركة ان شاء الله تعجبكم، بس ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركي في القناة. اول حاجة نسمي الله. هنجيب اللفت من عند الراجل، اهم حاجة يكون اللفتاية تكون متوسطة، ما تشتريش اللفتاية تكون كبيرة قوي، وكمان ما تكونش صغيرة قوي اللي هي حجم الليمونة. حجم الليمونة ده بيكون اللفت لسه ناشف خالص، وما بتكون كبيرة قوي اللفت بيكون عمل زي السفنج من جوه. بعد ما بتخلليه بتلاقيه طري خالص، مبيبقاش ليه اي لازمة. بعد كده جبناه غسلناه كويس جدا من الطينة اللي بتكون فيه، وهنقشره كده من تحت، بيبقى فيه شعيرات كده مش حلوة يعني، فبنشيلها بالسكينة وهنقطع العروش الخضرا دي، مش هنرميها، هنخللها بيبقى طعمها حلو جدا. هنغسله بقى غسلة كويسة بعد ما قشرناه كده من تحت، هنغسله غسلة كويسة. هنجيب سكينة مشرشرة زي كده، او اي سكينة مفيش مشكلة. هنقطعه بقى حجم الصباع البطاطس، بس تكون تخينة يعني. هنعمله صوابع صوابع زي صوابع البطاطس، بس تكون ايه تخينة بالشكل ده. ما تقطعيهاش برضو، ما تقطعيش اللفت يكون رفيع خالص عشان ما يتهريش معاكي بعد ما يتخلل. شايفين ما شاء الله اللفت معايا عامل ازاي من جوه؟ ليه؟ عشان انا جايباه من عند الراجل الحجم بتاعه متوسط. صراحة بستبعد خالص الحجم الكبير خالص ده، علشان انا جبته مرة او مرتين ولقيته سفنج من جوه، حرفيا سفنج من جوه. وبعد ما اتخلل رميته، ما حبناهوش خالص، رميته. فطبعا المعلومة ديت حلوة جدا. هنقطعه بقى بالشكل ده، وهنقطع العروش لو كبيرة قوي هنقطعها نصين، وهنفتحها كده في النص. لو انت حاسه حجمها تخينه هنفتحها كده في النص، هوريها لكم برضو دلوقتي. طب لو انت عايزه تحفظيه لحد شهر رمضان، يعني احنا دلوقتي في رجب، اهو هو ده بنقطعها كده من النص زي ما بقول لكم. طب احنا دلوقتي في شهر رجب، لو احنا عايزين نحفظه لحد شهر رمضان نعمل ايه؟ في طريقتين. اول طريقة ان انا اخلله ما كترش الملح فيه، يعني مثلا لو بحط على الكيلو 3 معالق من الملح، احط معلقتين بس. أه واحطه في التلاجة، احفظه في التلاجة. بعد ما اخلله البرطمان بتاعي هحطه كده في التلاجة، هيقعد معايا ان شاء الله لشهر رمضان. طيب في طريقة تانية من غير ما اخلله خالص، هي ايه؟ نجيب اللفت بتاعنا من غير ما اغسله تماما، الفه كده في ورق الجرنان او ورق عادي، واحطه في قلب شنطة واحطه في التلاجة. هيقعد معايا حوالي شهر ونص لشهرين باللي انا بقولكوا عليه الطريقة دي. وهتطلعيه قبل رمضان باسبوع وتخلليه، هيبقى معاكوا جميل جدا. بعد ما قطعته بقى بالشكل اللي انا وريتهولكوا، هحطه بقى في مصفى. لازما الخطوة دي مهمة جدا، وهقولكوا ليه دلوقتي. هنجيب معلقتين ملح كبار، وهنرش عليهم الملح. هرش الملح على اللفت بالشكل ده، وهنسيبه في المصفى، وهوريكم المية اللي هتطلع منه. بنعمله معاملة البتنجان اما نيجي نقليه علشان ما يشربش زيت. احنا بقى بنعمل اللفت كده ليه؟ علشان اما تيجي تخلي اللفت بيعوم على المية، فاحنا مش عايزين اللفت يبقى عايم كده معانا على المية، عايزين اللفت اول ما بنحطه في البرطمان المخلل يسقط معانا لتحت، ما يبقاش عايم على المية. خلاص، لازما الخطوة دي مهمة جدا، اللي احنا نرش شوية ملح، معلقتين ملح كده على اللفت، ونحطه في مصفى اهم حاجة طبعا عشان ينزل كل ميته. وانا هوريكم ميته اللي نزلها دلوقتي، وهنسيبه حوالي ساعة. دي تقطيعة تانية. التقطيعة دي طبعا هحطها في برطمان لوحده غير التانية. تقطيعة كده مربعة صغيرة تقدري تاكليها كده في بقك على طول من غير ما تقطعي وتقطمي والكلام ده، بالشكل ده. فانتي اي تقطيع عايزة تقطعيها لللفت ما يعني براحتك، بس اهم حاجة ما تقطعيش التقطيعة تكون رفيعة خالص، عشان خاطر ما تطرش معاكي بعد التخليل.
وزي ما قلتلكوا عايزين تحفظوه بعد ما يتخلل حطيه في التلاجة. خطوة مهمة برضو لو انت عايزاه يقعد معاكي وقت اطول، كنت بشوف ناس بتسأل عايزة اللفت معايا يقعد وقت اطول او المخلل عامة بيتحط في التلاجة وبيقعد وقت اطول ان شاء الله معاكم. ادي التقطيعة اهيت وريتها لكم. هنحطها بقى في مصفى التقطيعة دي لوحدها، ونحط عليها برضو معلقتين هنرشرش كده عليها معلقتين من الملح، وهقلبهم كده وهنسيبهم بقى ساعتين، وهرجع هوريهم لكم المية نزلت مية قد ايه. معايا بنجرايه حلوة كده كبيرة، غسلتها غسلة كويسة، وبعد كده قشرتها بالشكل دوت. يعني الحاجات اللي مش عاجباكي فيها تقشريها. اللفت في ناس بتقطعه شرايح رفيعة خالص خالص، عايزة تقطعيه كده، بس انا بحب اقطعه بالشكل ده. ليه؟ عشان خاطر باكله بعد ما بيتخلل بيبقى حلو جدا. وعلى فكرة بيبقى مفيد. لو انت كتبتي على جوجل كده فوائد اللفت هيطلع معاكي فوائده ما شاء الله كتيرة. فبلاش ترميه بعد ما يتخلل كده، برضو كليه. هنعمل خطوة مهمة جدا وهيتعجبك قوي قوي. هنحط بقى اللي عشان تطلع معانا اللفتاية لونها احمر، هنحط البنجر بتاعنا في حلة ونحط عليهم كوباية او كوبايتين ونص او كوباية ونص من المية، وهنحطهم على النار 3 دقايق كده يغلوا على النار. هنركنهم في جنب لحد ما يبردوا خالص. شايفين المية بتاعته حمرة وجميلة ازاي؟ هيقعدوا بقى على جنب كده لحد ما يبردوا خالص، عشان هنستخدم المية بتاعتهم في اللفت معانا. اول ما تسقطي اللفت كده في المية دي هيطلع معاكي لونه احمر وجميل. شايفين المية اللي طلعت من اللفت؟ بولة مية طلعت من اللفت. المية دي اما بتستمر كده في اللفت وتيجي تخلليه على طول، اللفت بتاعك بيبقى ظاهر كده على الوش وبيعوم على الوش. شايفين المية حمرا وتحفة بجد تحفة. الخطوة دي ماما اللي قايلالي عليها بجد عجبتني يعني، وان شاء الله هتعجبكم انتوا كمان. هنحط بقى شوية من المية الحمرا دي، مية اللفت، وهنحط قطعتين كده من اللفت تحت. هنحط معلقتين من الملح او معلقة ونص كبار من الملح على الكيلو. يعني لو انت مش عايزاه، لو انت عايزاه يقعد فترة معاكي قللي من الملح شوية. بعد كده هنجيب مية من الفلتر او مية انت غالية وسايباها تبرد تماما. ولو عايزة تحطي شطة عليه، عايزاه سبايسي شوية تحطي شوية شطة، طبعا اختياري يعني. هنجيب بقى اللفت بتاعنا بعد ما دوبنا الملح في المية كويس. هنجيب بقى اللفت بتاعنا، هنسقط كده اللفت بتاعنا. شايفين هو بيسقط لتحت لوحده، يعني مش محتاجة اقعد اجبس فيه بايديا كده، هو بسهولة كده بينزل لتحت ما شاء الله. جميل جدا. والمية بتاعته شايفين قد ايه حمرة وجميلة. هنغطيه بقى بغطا، هنحط وحدتين كده بنجر على الوش، هنغطيه بقى الغطا بتاعه. انا نسيت خالص صراحة والله اجيب برطمان كبير، بس البرطمانات دي كنت بجيب فيها لعيال اللي هي مش عارفة اسمها ايه، بتاعت الغزال دي. فالمهم كنت بجيبها لهم فيها اللي هي اسمها لولا دي. فكنت بشيله، كنت بغسله وبشيله وبستخدمه للمخللات او لاي حاجة يعني عايزة احفظها في البرطمانات. اهو بالشكل ده انا عملته من غير شطة، يا عادي يعني اللي انتي تحبيه. ده اللي عملته يعني اللي ما بيحبش الحاجات الحراقة. هنغطيه بالشكل ده ما شاء الله جميل جدا. واللون بتاعه حلو، يعني لما يقعد معاكي اسبوع شوفي اللون بتاعه هيبقى عامل ازاي. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ويا ريت لو الفيديو بتاعي عجبك ما تنسيش تحطي لي لايك والكومنت بتاعك الجميل. مع السلامة.